سيداتي انساتي سادتي، اهلا بكم في تلفزيون عسيري. دلال النهارده عايز تريح، سومه هتشتغل مكانها. سومه بتلب كده، هتفهموا الغرض من ورا سومه في الحلقه دي. بصوا يا جماعه، النهارده هنتكلم في موضوع انا صعب عليا جدا الحقيقه. هو صعب يعني، هو بدأ بصراحه بحاجه كده. انا دايما وانا قاعد على الانترنت بلاقي تصرفات غريبه جدا من الشباب الصغنون اللذيذ. فيهم طبعا ناس بيبهروني بصراحه، بيخف دمهم وثقتهم في نفسهم وقدرتهم على الابداع وان هم جداد. في حاجات فعلا 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 حلوه في الاجيال الجديده دي، بس في حاجات وحشه جدا جدا. ال مش مهم تعرفوا الحلقه عن ايه، هتفهموا. بصوا، اللي حصل اللي هو في حد بعت لي على فيسبوك مسجز كده كتير بتيجي، ساعات برد على اللي بقدر عليه يعني. المهم فبعت اسيدي زيك مش عارف ايه. المهم رديت عليه بعد كام يوم، قال لي مش عارف ايه، راح هو قايل انا ممكن تساعدني لو سمحت. قلت له والله ده بيتوقف على انت عايز اساعدك ازاي بالظبط، يعني ما تنقطنيش بالكلام، قول وخلاص عندك ايه وانا هقول لك اعرف اساعدك ولا ما اعرفش وخلاص. قال انا عايز حد يسمعني وانا صوتي حلو. قلت له طب انا يا عزيزي انا ماليش اي علاقه بالحكايه دي، انا مالي الموضوع دي. وبعدين ايه جو عايز حد يسمعني دي؟ انت في سنه 2016، انت جايب الثمانينات، ايه عايز حد يسمعني وعايز حد يكتشفني؟ اما بتغني غني وحط على فيسبوك وحط على ساوند كلاود واقعد اعمل كده، واصحابك والنبي يشيروا لي دي يا جماعه، والناس لو حبيتك اللي انت بتقوله ده هيسمعوك يعني. وحتى بعد كده لو يعني عايز بقى تشتغل الحكايه دي بجد وبتاع، ممكن يطلع لك فرصه من ان انت بتغني فعلا. راح رد عليا شتمني. انا عادي يعني ما بساعدش في الحاجات دي، تمام، ظروف يعني، ظروفهم كده حرام. المهم انا قعدت افكر، وخليني افكر برضو بصراحه، افكر فيه كده، وايه الحاله النفسيه العجيبه دي، وازاي حد يبقى عامل كده. وبعدين اول عنوان كده بيمثل لي انا نفسي بشكل شخصي ناقوس خطر كده. ناقوس خطر كلمه سخيفه بس يعني معلش عادي من حقي اقول كلمه سخيفه ساعات. هو انه الشباب الصغيرين بشوف كتير منهم على الانترنت، هو ببساطه كده ما بيحترمش حد اصلا. هو مفيش حاجه محترمه، وبيكره المجتمع كده على بعض. على فكره انتوا كلكم ولادتي يعني مش عاجباه الحكايه دي، انتوا كلكم مش في حاجه كده، حاله كده من كده حاجه. عارفين بيفجر نفسه بيبقى متجهم كده، وعنده مغسول دماغه، وعنده برضو كلكم كده، بس كلكم لدرجه ان انا هفرقع نفسي فيكم. لا، هنا حاله كده من يعني هفرقع نفسي فيكم ومن غير ما فرقع نفسي فيكم، يعني من غير قنبله. انا يعني فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا قنبله بس هفضل قاعد في وسطكم كده قنبله عشان انا بكرهكم حاجه كده يعني. ده شعور يعني اللي انا بيجي لي من لما بتفرج على الطريقه اللي بيتكلموا بيها مع بعض ومع الاكبر منهم. عايز ابدا القصه اللي هنحكيها النهارده دي بالجيل بتاعي. انا عندي 40 سنه دلوقتي. وانا صغير كان ابويا يعني الجيل اللي قبلنا بنفتح التلفزيون نلاقي ناس قاعدين كده يتكلموا على الصراع الاجيال وبتاع. وبعدين انا واصحابي كده الناس الجيل بتاعنا، طبعا كان في يعني في الجيل بتاعنا ده كان في صيع جامدين يعني، وكان في يعني ده الجيل اللي هو بتاع الهيروين وكده، اللي اكبر مننا شويه. كانت الحقبه بتاعت افلام الهيروين دي، والهيروين اللي ضرب مصر في ال10 سنين بتوع الهيروين دول كانت يعني انا كنت موجود صغير كده. اللي كان بيحصل في هذه الحقبه من زمان، الثمانينات اخر الثمانينات، هو انه اهالينا كانوا مش عاجبهم بس ان احنا مختلفين. يعني تقريبا كنا اول جيل تقريبا يطلع مختلفين، يعني ما كناش مختلفين خالص. انا حضرت على فكره وانا كبير، يعني مش فاكر كبير يعني، وانا شخص واعي على الدنيا، حضرت قناه ثالثه لما بقى عندنا قناه ثالثه وفرحانين جدا، والتليفون كنا بنعمله كده وبتاع مستني واحد صاحبك عشان تنزل تقعد جنب التليفون، ولا كنا متغيرين ولا نيله. ما كانش فيه اي حاجه اصلا، وكنا بنذاكر وكنا مؤدبين وكنا بنقوم للي اكبر مننا وكنا بنقول حضرتك وابله وابيه وكده. الناس الكبار يعني كنا حاجه عجيبه، مش فاهم كناش عاجبينهم في ايه. انا مره على فكره عديت على مدرستي بعد ما مشيت كده ب 15 سنه،
عديت اسلم كده، والله العظيم اللي كل المدرسين القدام اللي انا قابلتهم خدوني بالحضن. انتوا فين يا احمد؟ فينكم؟ فين ايامكم؟ كنا بنقول عليكم اشقياء، احنا اسفين، كتر خير كده بقى. والله العظيم عملوا لي كده. ده اصلا الرحله دي كان بقى لها بتاع 10 15 سنه تاني، لو رحت دلوقتي احتمال يعملوا لي نظر مدرسه. المهم دلوقتي بقى وانا بتفرج على المشهد ده بعد كل هذا الزمن، بعد 25 سنه من اللحظه دي، وانا بتفرج كده احب اقول لكم ان انا معتقد انه احنا اهالينا اللي كانوا غراب في انهم شايفيننا غراب. احنا ما كناش غراب خالص، احنا كنا على القد جدا. هم بس كانوا عايزيننا نبقى زيهم بالظبط، لان هم اهاليهم كانوا عايزينهم يبقوا زيهم بالظبط. بس الفرق بس كده شويه كده، يعني كانت مشكله تقنيه كده تافهه. دلوقتي المشكله اللي انا بكلمكم عنها دي، الشباب دلوقتي اللي عنده 15 و20 سنه وكده، الموضوع ما بقاش زي ما كان كده خالص. لا، الموضوع بقى ما بقاش عن احنا كان عندنا مع اهالينا، الجيل بتاعنا كان عنده مع اهالينا سوء تفاهم، كان في مشكله كوميونيكيشن، كان في مشكله في الكلام. يعني زي ما تقول الناس دول بيتكلموا مثلا مش بلغه غير التانية، بيتكلموا بس يعني بموجات مختلفه شويه. لا دلوقتي مش موجات مختلفه، دلوقتي كانك مثلا بتحاول تاخد لما تقعد، يعني لما تقعد الشاب اللي عنده دلوقتي 15 و20 سنه، لما تقعده مع ابوه، كانك جايب موجه بتاعت راديو بتحاول تستقبلها على التلفزيون، كانك جايب موجه تلفزيون بتحاول تستقبلها على البوتاجاز. مش مشكله كوميونيكيشن، لا مشكله الجيل بتاعنا اللي طلع في احتفل بالقناه الثالثه وكان بيتفرج كله. احنا الجيل بالكامل على فكره كنا كلنا كده، كل مدارس مصر كانوا يروحوا يوم الخميس يتفرجوا، يوم الاربعاء بالليل يتفرجوا على ماجايفر في اخترنا لك، يوم الخميس بالليل يجي الفيلم، مش عارف يوم السبت نادي السينما، يوم الثلاث العالم يغني. مصر كلها تمشي انت في المترو كده عادي، كل الناس دي انت عارف انها شافت وانت رايح المدرسه كده، كل الناس دي انت عارف امبارح اتفرجوا على ماجايفر. ففي حاله كده من يعني من الوحده، من الهارموني، من التناغم. دلوقتي مش كده، دلوقتي كل نفر اصلا الجيل اللي اتولد جوه الانترنت ده، الجيل اللي وقع على الدنيا لقى انترنت، الجيل اللي وقع على الدنيا لقى التلفزيون بالفضائيات بالبتاع، الجيل اللي وقع على الدنيا لقى ان اصلا يعني احنا زمان كنا بنشوف مثلا، نشوف المثقفين بتوع بالبدل وكده طالعين في التلفزيون بيتكلموا على ازمه الاخلاق في الشارع. لا دلوقتي انت بتفتح التلفزيون تلاقي ازمه الاخلاق في التلفزيون عند البدل. يعني عارفين المنظر اللي هم، ما تستهونوش بالحاجات دي يا جماعه. ده جيل بيفتح اليوتيوب بيروح متفرج على 2 من المثقفين اللي البدل دول بيسبوا لبعض الدين وبتاع عبر الوش بتاع، احدف عليه وتاني ويقول له، والتاني قاعد يضحك كده عشان مبسوط هيجي له لايكس كتير، والتاني يرش عليه ميه ومش عارف مين، والسيد اللي مش عارف مين اللي اشهر واحد بيشتم. يعني ما تستهونوش بالكلام ده، يعني ما تستهونوش بان انا على فكره عشان كده ما بزعلش منهم. يعني لما بيشتموني انا ما بزعلش خالص، فعلا ما بزعلش، لان انا عارف، انا على فكره شايف الاسباب اللي انتوا عشانها بتكرهوا المجتمع ده. انا شايف انتوا شايفين مننا ايه. ده ما عندوش رصيف يمشي عليه في شارع، ما عندوش حته يخرج فيها، ما عندوش حته بتاع، ما عندوش طموح، ما عندوش حد مهتم بيه، ما عندوش حد بيحس بيه، ما عندوش حد بيكلمه، ما عندوش حد بيتكلم بلغته، ما عندوش بس غير ايه، كله فوقي كده من فوق، النصايح نصايح. مفهوم ان الاهالي قعدت يعني في المجتمع ده كل الارث بتاعنا عباره عن بص يا ابني وبص يا بنتي والنصايح نصايح نصايح. بس دلوقتي الحكايه دي لازم تتغير، يعني ما ينفعش بقى يعني هو اوريدي انا بكلمكم عن من 25 سنه الحكايه دي كانت عامله مشكله، كان في عامله مشكله بتاعت ايه، بتاعت الشاب منينا والشابه منيهن وهم عندها 15 سنه، هو مش عايز اصلا الفورم ده بتاع بص يا بنتي اصل مش عارف ايه وتروح قايل انت كلام كده مطلق كده، هو مش نافعه الكلام ده. هو فهم خلاص دلوقتي ان هو يعني طول الوقت، فاحنا كان عندنا المشكله دي اصلا. تخيل بعد 25 سنه من ذلك، 25 سنه من كراهيه المجتمع كمان، ما تنساش الحكايه دي. 25 سنه الفرق اللي بينهم فظيع. احنا ما كناش بنكره المجتمع بتاعنا. انا كنت بروح النادي بالاتوبيس، وكنت بروح المدرسه بالمترو، وكان يعني الحياه كانت الطف من كده بكتير جدا. يعني الدنيا كانت انا شفت الدنيا وهي احسن.
هم اتولدوا في الوحش قوي ده، اتولدوا في البايظ ده، اتولدوا في اللا معقول، اللا منظم، اللا محترم، العشوائي، اللي ما تعرفش تمسك. قيسوا اهالينا، احنا كانوا عايزيننا نذاكر. ليه عايزيننا نذاكر؟ عشان هم جيل لما ذاكروا ما كان ذاكر تنجح، ذاكر تبقى كويس، ذاكر تبقى مهندس، ذاكر تبقى دكتور، تبقى راجل محترم. احنا جيل ذاكر وبعدين كتير من المهندسين بتوعه بقينا نسمع القصص بقى بتاعت مش عارف ايه، مهندس بيشتغل سواق تاكسي، مش عارف. طب انا برضو بسجل ان انا ما بشوفش اي حاجه عيب في الحكايه دي، بس هو في اهدار رهيب لموارد الدوله وموارد الانسان والتعليم والسنين والسهر يعني ما ينفعش نقعد نعلم واحد مهندس وبعدين نشغله سواق تاكسي. سواق تاكسي مش شغلانه غير محترمه على الاطلاق، شغلانه عظيمه جدا زي كل الشغلانات، بس في هدر حصل كتير. لما كنت من اول دخلته يتعلم سواقه ويشتغل سواق، يعني انت بتضيع مكانه في الجامعه واهله والحلم والبتاع والمجهود. ليه بتعمل كده؟ ليه؟ عشان احنا مجتمع هجاص. فهو الجيل بقى اللي بعدنا اتفرج على الهجس اللي احنا عملناه ده. يعني جيلي انا اتخدع، اهاليه فرضوا عليه اللي هم كانوا يعرفوه، قالوا له ذاكر تبقى مهندس، ذاكر تبقى دكتور. كويس يا سيدي، بقى دكتور، الله ده انا بقيت دكتور وباخد 300 جنيه، ده انا بقيت مهندس مش عارف ايه، مش عارف اشتغل فين، ده انا بقيت مش عارف ايه ولازم اسافر عشان مش عارف ايه. حصل نص الجيل حصل له صدمه. اللي بعدنا شافونا واحنا حصل لنا كده، شافونا احنا الاثنين، شافوا الجيل ده والجيل ده وهو مضحوك عليه، وده هو ضحك عليه، وده هو خيش. وبعدين راح الجيل بقى اللي في النص بين الاثنين دول، الاهالي دول اللي احنا بنتكلم عليهم اللي عندهم 15 20 سنه، سامعينهم بيقولوا نفس الكلام اللي دول قالوا لدول. راح قايلين لك لا بقى على فكره ده انتوا كلكم ولاد بالحقيقه. والله اعذروهم. شافونا واحنا مش عايز ادخل في الحته دي برضو، بس مش عايز ادخل يعني عشان ما اقعدش اقلب الموضوع سياسي، بس ما تستهونوش كمان بالخمس سنين بتوع الثوره، تنسوش باللي هم اتفرجوا عليه فينا. لان الخمس سنين بتوع الثوره دول طلعوا مصارين مصر كلها بره في الشارع، بقت مرميه في الشارع كده، مرميه في الشارع وعلى شاشات التلفزيون، كله طلع بره. ولا يخفى على احد اللي كان جوه متدكن تحت البلاليع ده ما كانش حاجه حلوه خالص، فكل بقى اللي تحت البلاليع طلع، هم شافوه كمان. وخلوا بالكم احنا بنتكلم عن شباب عندهم دلوقتي 15 20 سنه، يعني اصلا في بدايه الثوره اللي هي احنا بالنسبه لنا احنا كبار بقى، احنا بقالنا هنا كتير. الثوره دي 5 سنين، لا بالنسبه له 5 سنين ده تلت عمره، ده حضرهم وهو ده كبر فيهم، كبر واحنا مطلعين البكابورت اللي طالع مننا بقى له 5 سنين ده. انا فعلا يعني اعترفت لكم من الاول ان انا مش عارف اتصرف قوي في الحكايه دي، بس انا بصراحه حسيت بحاجه كده الى اني افتح الموضوع بس واخلي كل الناس يفكروا فيه. ويمكن الفكره اللي حسيت يعني انها قد تكون جديده لكل الناس، لما يكون في مشكله تفاهم زي المشكله اللي كانت بين جيلي انا وجيل من سبقونا، ممكن تقعد تقاوح شويه، فتنتظر بقى شوية حلم من الأكبر منك ده يصبر عليك وانت بتكلمه، شوية أدب من عندنا يسكت شوية حد ما يسمع له كلمتين، شوية نضحك على بعض، ضحك على الدقون كده، أنا أقول لأبويا حاضر حاضر بتريح، مش عارف أبويا يقول لي ماشي وهو مش قصده ماشي إن شاء الله وهو مش قصده إن شاء الله. الحاجات دي كانت يعني كانت بتمشي الحكاية كده مستورة. دلوقتي الكلام ده خالص، دلوقتي ما تروحش. يعني نصيحتي الشخصيه للي عنده ابن دلوقتي عنده 15 20 سنه، تروحش ما تبداش اي جمله بيبني، ما تقولوش اي حاجه عن حياته، لان هو انا قبل ما اصور الحلقه دي على فكره فتحت تويتر وكتبت الناس لو سمحتوا اللي اصغر من 20 سنه يوصفوا لي نصايح اهلهم ليهم، وكل الحاجات كانت في نفس الاتجاه ده بتاع ان هو في 2 3 مثلا قالوا ان هم ساعات غالبا بيطلعوا صح. هنتكلم على الجزئيه دي سريعا جدا دلوقتي، بس المهم ان اهم ما قيل في الموضوع بتلخصه في واحده بنت قالت الناس دول ما عندهمش اي فكره احنا بنعدي ايه كل يوم. اعرف كده حضرتك يا من ولادك دلوقتي عندهم 15 ل 20 سنه او اصغر، فانت جاي في الحته دي، اعرف انك ما تعرفش اي حاجه عن حياه الناس دول. اعرف ان انت عقليتهم، نفسيتهم، وجهه نظرهم، النضاره اللي هم لابسينها بيبصوا علينا كلنا وبيبصوا عليك انت نفسك. اعرف ان انت مش عارف هم شايفين ايه. اول حاجه. بعد دي ارجوك ما تنصحهمش بحاجه
اي انت بينك وبين نفسك كده اول ما تيجي تقول عد من 1 ل10 كده، وبعدين لما تلاقي دي نصيحه ارجوك اسكت، لان الزمن اللي انت فيه ممكن تروح مدالق عليهم كلام كده فهم ياخدوه بقى ينهلوا من علمك وينفذوه فهيبقوا كويسين، مش حقيقي. وعلى فكره حضرتك ما تعرفش ازاي تخليهم كويسين، لان انا اصلا دلوقتي وانت كمان على فكره انا متاكد ان عندك المشكله دي، واحنا قاعدين في الدنيا كده بنتفرج عليها يوم بيوم وهي بتتغير، احنا ما بقيناش عارفين نبقى كويسين قوي. فما تفترضش ان انت عارف اللي اصغر مننا ب 30 سنه ده عارف يبقى كويس ازاي، لان احنا مش عارفين. الحته السريعه اللي عايز اذكرها، في حاجات ممكن ننقلها لبعض. انتوا عارفين انا ايه اهم حاجتين ابويا فاكر ان هو علمهم لي؟ حاجتين. قال لي عمرك ما تستلف فلوس ابدا. انا عمري ما استلفت فلوس في حياتي الحمد لله، في حياتي. هروح ماشي من الجامعه، كنت بروح ماشي من الجامعه ما بستلفش جنيه. الطريقه الوحيده هتستلف يعني ان انت يكون معاك في البيت مثلا نسيت محفظتك مثلا فاستلف 10 جنيه تروح تبقى انت عندك 10 جنيه في البيت تجيبها بكره، بس ما تستلفش فلوس مثلا. علمني كده، عمري استلفت فلوس بسبب ابويا. حاجه تانية انه قال لي لما اكون ماشي في شارع سايق تعتبر ان كل الناس مجانين، ممكن اي حد يعمل اي حاجه في اي وقت. والحقيقه وانا بركب عجله بقى وموتوسيكل وبتاع وكده الحكايه دي بتنقذ حياتي كتير جدا. بتعامل مع اي حد ممكن يعمل كده فجاه او يعني كائن غير عاقل اللي سايق في مصر ده، فانت دايما تتوقع منه اي حاجه. ايه اللي يتميز بالنصيحتين دول؟ اللي يتميز بيه النصيحتين دول ان هم ينفعوا لكل الناس وما يحصلش عليهم خناقه ابدا. يعني مش ممكن ابويا يقول لي كده فانا اروح متخانق معاه اقول له لا ده ازاي، مش هيحصل ليه؟ وانت برضو لو جربت تقول له ولادك كده هيسمعوا الكلمتين. في النهارده برضو على فكره باشمهندس نجيب ساويرس ماشي عليه بالمره علمني برضو حاجتين افتكرتهم النهارده وانا بكلم وانا قاعد انا واسلام بنور في الحلقه قبل ما نصورها. قال لي مثال يعني توضيحي كده، قال لي بص في مصر انت عارف انا مثلا ما امشيش من غير رخصتين بتوعي. ما تعملش اي حاجه تخلي حد يمسكك فيها، ما تعملش اي حاجه تخليك في موقف ضعف حد يقفشك. والحاجه تانية قال لي لما تكون حاجه تحصل مشكله ما تتصرفش على طول، اقعد كده شويه، اقعد اتفرج كده شوف الناس تعمل ايه وبعدين اتصرف. بصوا دول برضه انا بذكر الامثله دي ايه، امثله النصايح اللي تنفع بيمتازوا بايه انت تقيسهم كده. مش ممكن يقول لك لا على فكره، ليه؟ لانك ما بتقولوش بيهم يعمل ايه في حياته، بتقول لهم حاجه انت خبرتها انت جربتها ولقيتها كويسه فتروح قايل له انا اتعلمت ان كذا كذا وتمشي. اوعى تقول له حاجه عن هو يعمل ايه لانك ما تعرفش هو هيبقى كويس ازاي. ارجوك تاكد من الحكايه دي. الاخوه الشباب الصغيرين اللي اصغر مني ب20 و25 سنه دول، انا شخصيا ده موضوع شخصي جدا، انا متقبل فكره ان انتوا بتكرهونا، متقبل فكره ان انتوا بتكرهوا المجتمع ده وممكن اعرف الاسباب بس ده مش عذر لان ببساطه مفيش حد ينفع. المجتمع ده هو الارض اللي انت طالع فيها، انت زرعه سواء شئت ام ابيت، والمجتمع ده الارض بتاعتك سواء شئت ام ابيت. الزرعه بقى فيها مرض، الارض فيها مرض، انت زرعه ودي الارض بتاعتك. والزرعه اللي بتطلع في ارض كرهاها، الارض اللي بتكره الزرعه والزرعه اللي بتكره في ارض كرهاها عمرها ما هتبقى كويسه. العلاقه النفسيه المريضه دي اللي بينك وبين ارضك وبين مجتمعك لازم تصلح. انت صغير، انت عندك 15 20 سنه، انا ما افترضش ان انت عارف تصلح ازاي. انا عاوزك بس دلوقتي من الحلقه دي لو الكلام اللي فات ده كله داخل في دماغك ببصله، لو مش هتبعت لي شتيمه، بس فكر فيه لمده دقيقه. زي ما قلت لكم في الاول احنا كنا شايفين ان اهالينا على فكره هم اللي عندهم مشكله في تقبلنا واحنا اصلا ما فيناش حاجه. انا بقول لكم بقى وانا تقبلوا كلامي برضو كجيل الوسط اللي واقف في النص ده، انا بقول لكم يا صغيرين انتوا بقى عندكم مشكله، انتوا مش مسؤولين عنها كلها بس انتوا بقى عندكم مشكله. لو ما وعيتوش المشكله دي، مشكله الارتباط بالارض والارتباط بمجتمعكم، ازاي نعرف نفض الاشتباك ده اللي مسؤول عنه برضو اهاليكم زيكم. لو سمحتوا يا اهالي تاني فضوا الاشتباك. الولاد طول ما هم متكهربين كده، طول ما في كلام نازل عليهم، طول ما في نصايح بتف، هيفضلوا متكهربين وهيفضلوا يزقوا. لو سمحتوا بطلوا سيل الكلام، راقبوا الولاد بس، اتفرجوا عليهم، حاولوا تفهموهم، اتكلموا معاهم، وحاولوا تسمعوا، واعرفوا ان انتوا اللي هتسمعوه هيبقى غريب عليكم جدا. يعني مش بقولك ان انت هتسمع بقى فتقربوا لا مش هتقربوا مسافات حاجه، بس اسمع عشان تفهم التطور اللي حصل بني ادم ده بوحشه بحلو بقى عامل ازاي.
مش عارف يعني، اتمنى الكلام ده يبقى مفيد لاي حد، كل الناس اللي بيتفرجوا عليه، او 5 أو 10 او اي حاجه. سلامات.